تسمع كلامي هسيبك تعيش، تعترض هيكون مصيرك الموت. سنة 1822 كان في جندي كندي اسمه أليكسياس سانت مارتن اتصاب بطلقة في بطنه عملت فيها فتحة كبيرة لدرجة إن المعدة نفسها كانت باينة من بره. كل الناس توقعت إن أليكسياس هيموت خلال ساعات، لكن الغريب انه عاش والفتحه ما التأمتش. وقتها ظهر دكتور اسمه ويليام بومونت كان ممكن يعالجه والموضوع ينتهي وخلاص، لكنه شاف في الحاله دي فرصه نادره لدراسه عمليه الهضم من جوه. عشان كده وقبل اي حاجه مضى الجندي الغلبان على عقد توقيع عمل كخادم عشان يقدر يستخدمه في تجاربه بدون اي مسؤوليه قانونيه. وقال لأليكسياس تسمع كلامي هسيبك تعيش، تعترض هيكون مصيرك الموت. وهنا وافق الجندي مرغم. عمنا ويليام بقى بدأ يربط اكل في خيط يحطه جوه المعده من الفتحه ويطلعه بعد ساعه يشوف حصل له ايه، وبعد ساعتين ويشوف التغيير، وهكذا. ولسنين طويله الجندي عاش كتجربه بشريه حيه عشان الدكتور ويليام ينشر واحد من اول كتب علم وظائف الهضم سنه 1833. والسؤال، هل ده كان بيعتبر تقدم علمي وقتها ولا استغلال لانسان فقير ما قدرش يقول لا؟ اكتبوا رايكم في التعليقات. سلام.